السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم متابعين الأعزاء وحكاية جديدة من حكاوي الكيلاني. حسنا بس حاجات بسيطة كده لحد ما الناس تطلع معانا على اللايف، وإن شاء الله يكون الوقت ده مناسب لكم عشان نتكلم في موضوع مهم جدا، ونتكلم على الأحداث الساخنة دلوقتي على الساحة، وهو موضوع طوفان الأقصى. كل الناس دلوقتي بيتابعوا أحداث طوفان الأقصى وما قام به الأشقاء الفلسطينيين في غزة من ملحمة بطولية خلال يوم 7 أكتوبر، يوم السبت 7 أكتوبر. لكن احنا عايزين ان احنا نشرح الموضوع ونناقشه مع بعض، بس الناس اللي بتسمع اللايف يا ريت يقولوا لي الصوت عامل ايه. الناس اللي بتتابعني دلوقتي يقولوا الصوت كويس ولا الغي السماعات ولا ايه يا جماعه؟ حد يعلق لي كده يا ريت. الناس اللي طلعت معايا على اللايف اهلا وسهلا بيكم. اللايف يا جماعه كويس؟ الصوت كويس يا جماعه؟ الصوت اخباره ايه معاكم؟ وتعملوا ضغط كده، تعملوا لنا لايكات وتقولوا لنا رايكم في الموضوع، وتقولوا لنا رايكم في الكلام اللي انا هتكلم فيه وهو موضوع طوفان الاقصى. الناس ما بتعلقش وبتقول لي اخبار الصوت ايه. اهلا وسهلا يا بودي وكل الناس اللي معانا. موضوع مهم جدا وموضوع هام، هو موضوع طوفان الاقصى، واللي قام به اشقائنا الفلسطينيين في غزة لما دخلوا واجتاحوا الحدود الإسرائيلية يوم 7 أكتوبر يوم السبت. كلنا فعلا في الأول كلنا فرحنا جدا، وكلنا يعني كنا مبسوطين قوي باللي عملوه الأشقاء الفلسطينيين، واجتاحوا الأرض اللي محتلينها الفلسطينيين في غلاف منطقة غزة. وفعلا احنا كنا فرحانين بإذلال الجيش الفلسطيني اللي بيتقال الذي لا يقهر، ولكن فيه أحداث هتحصل خلال الأيام اللي جاية، وتوقعات هتحصل، وإحنا المفروض نكون عندنا وعي كبير جدا إحنا كشعب مصري، لأن أكتر شعب هيتأثر في الموضوع ده، أو أكتر دولة هتتأثر في الموضوع ده هي الدولة المصرية. فلازم يكون عندنا وعي باللي بيحصل. مش المقصود باللي بيحصل دلوقتي رد الفعل اللي بيحصل دلوقتي ضد الفلسطينيين وأشقائنا الفلسطينيين في غزة، وقطع الكهرباء عليهم وقطع الغذاء عليهم، وهم معظم الحاجات اللي بتجيلهم كهرباء وغيرها بتجيلهم من الجانب الإسرائيلي. فهيكون في تداعيات خطيرة جدا. التداعيات دي هتضر بمصر، وفي مخطط من سنين. المخطط ده من سنين ان كان هناك مخطط لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الدولة المصرية، بإيجاد وطن بديل وأرض بديلة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لأن في قطاع الضفة الغربية اللي يم الأردن، وقطاع غزة اللي يم فلسطين. وأكثر منطقة عاملة قلق لإسرائيل هي قطاع غزة. قطاع غزة فيه 2,300,000 مواطن. كان في محاولات أيام الرئيس حسني مبارك بأن تكون فيه هناك صفقة أن يتم تهجير أهل غزة ويعيشوا في سيناء، ويكون ده الوطن البديل لفلسطين، وبذلك تكون ماتت القضية الفلسطينية. احنا كلنا متعاطفين مع اخواتنا في غزة واشقائنا في غزة، بس احنا بنشرح لكم
ما يحاك في الكواليس ومن الخطط من خلال السنين اللي فاتت ديت ضد الدولة المصرية، وازاي هم عايزين يحلوا القضية الفلسطينية على حساب دولة مصر. تمام. وزي ما بيقولوا انا ليا زي ما بيقولوا يعني انا شايف ان من وجهة نظري الشخصية ان التوقيت اللي قامت به حماس في الموضوع ده خلال الفترة اللي احنا فيها في الوقت الحالي توقيت خاطئ جدا جدا، خطأ قوي اللي عملوه الفلسطينيين، رغم ان انا تعاطفنا معاهم وان انا مبسوط معاهم، بس بقول لك التوقيت خاطئ ليه؟ التوقيت خاطئ ليه؟ لان انت زي ما يكون انت في واحد مبلطج عليك، تمام، واحد بلطجي وبيهينك ومستولي على بيتك، وفي فتوة بيحميه، فتوة اللي هي امريكا بتحميه. فانت المفروض عشان تقوم تضربه انت محتاج حد يحوش عنك، يعني انت لان فيه رد غاشم من اسرائيل ضد اشقائنا الفلسطينيين في غزة بمساعدة امريكا. فانت المفروض تشوف مين اللي هيساندك، مين اللي هيساعدك، مين اللي هيقف جنبك. طيب دايما الدولة المصرية هي اللي مسؤولة عن ملف الشعب الفلسطيني او الملف بتاع حماس. ف خلال الفترات اللي فاتت كان دايما لما بيحصل اي حاجة ما بين اسرائيل وحماس كانت اللي بتتدخل هي دولة مصر. طيب مصر يا جماعة هم دايما بيختاروا توقيت زي ما يحاولوا يعملوا قبل كده، وحصل اجتياح في 2008 للأراضي المصرية، وكان تقريبا وصل مصر دي حوالي 300,000 فلسطيني وصلوا في أول يوم، وصلوا إلى 700,000 دخلوا مصر، وطبعا خدوا وقت على ما رجعوا على فلسطين على قطاع غزة. وطبعا حصل زي ما قلنا ان ايام مبارك نتنياهو عرض وجاب خرائط كده وعرضها على مبارك ان مصر من خلال منطقة سيناء هي اللي تكون الوطن البديل لقطاع غزة او اهل غزة، وبذلك يتم حل القضية الفلسطينية. لما جت ثورة 2011 وكان قبلها في حوالي 15,000 غزاوي اخذوا الجنسية المصرية، وكانت في ناس بدأت تشتري أراضي في غزة من أهل غزة في سيناء، وكان أوباما عاوز يحل الموضوع ده بصفقة مع الإخوان المسلمين ومع مرسي إن تكون سيناء هي الوطن البديل لأهل غزة. أهل غزة أشقائنا وحبايبنا وإخواتنا وإحنا متعاطفين معاهم، بس الدعوات اللي بتقول يعني إن يحصل إن إحنا نفتح ممر آمن وإن الناس تدخل تقعد في فلسطين، معناها إن هم هيحولوا قطاع غزة إلى أرض محروقة، وبدل ما الناس دي تكون عايشة في بيوتها وعايشة في أراضيها يعيشوا في مخيمات أو يعيشوا في مخيمات في سيناء. يعني سيناء يا جماعة عاوزينها هي الوطن البديل، هي الوطن البديل. فأنا كنت بقول أنت ضربت في وقت مصر منشغلة بالانتخابات المصرية. مصر فيه جبهات مفتوحة علينا من جهات السودان، من جهة ليبيا، من جهة البحر، تمام. فأنا بشرح الكلام، يعني بقول لكم الفكرة إن هم عايزين بأي طريقة إن تبقى سيناء الوطن البديل، إن هم النهارده عايزين يعملوا اجتياح بري، فنبقى والدليل على كده إن المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي من يومين أعلن وقال عليكم التوجه لمصر واهربوا إلى مصر إلى سيناء. طيب أنا بقول يا جماعة إحنا يكون عندنا وعي، خاصة إن الجيش منشغل دلوقتي على الحدود بتاعتنا، سواء من جهة السودان سواء من جهة ليبيا،
ونفاجأ ان بعض المرشحين في الوقت الحالي بتوع الانتخابات المنافسين للرئيس السيسي راحوا قعدوا من فترة مع حزب الله في لبنان من فترة بسيطة جدا. وده يعني ان ممكن يكون الله اعلم، انا بقرأ الاحداث بس الاخ احمد زي بيقول للاسف لكل مصر وافق ان السنه تكون الوطن باهل غزه. للاسف مش هيبقى ما ده انا بقول اهو. احنا بنقول هم مش ان هم بيقولوا ان هم بيضغطوا عليهم يا احمد، هم بيضغطوا يعني يا تموتوا يا كده، يعني هم بيهجروهم ان هم عايزين يجتاحوا ويقتلوهم ويعملوهم. ده اللي احنا بنتكلم فيه. ولذلك لما حصل قبل كده ان اهل في 2008 في اهل غزه رجعوا لاراضيهم تاني، احنا بنقول ان المجتمع الدولي امريكا وكانوا عاوزين يدفعوا مليارات لمصر مقابل اسقاط ديون مصر، مقابل ان مصر تدوم حته من سيناء وتكون هي الوطن البديل للشعب الفلسطيني. فبذلك احنا موتنا تماما بحسن نيه تمام، بتعاطفنا بان احنا نستضيف الاخوه الفلسطينيين. احنا عندنا حوالي 3 مليون فلسطيني في مصر، بس احنا بنتكلم على تحديد ارض غزه او قطاع غزه. لو خدناهم كده ماتت القضيه الفلسطينيه، كده خلاص انتهت القضيه الفلسطينيه للابد، ولا في حل دولتين ولا في اي حاجه ولا في اي حاجه. فاحنا بنفهم الناس يا جماعه احنا متعاطفين مع اهل غزه. يعني انا ما بشرح لك الموضوع ما تفكرش ان انا مش متعاطف مع اهل غزه، لا انا متعاطف مع اهل غزه وربنا يعينهم وربنا ينصرهم. بس احنا بنقول ان انا بقول لك وجهه نظرا التوقيت انا شايفه ان غير مناسب، لان اللي كان بيقف معانا في الازمه دي القطب الثاني اللي هو روسيا. طب الفتوه الثاني مشغول بمشكلته، انت راح تتخانق مع بلطجي، والبلطجي ده الفتوه بيسانده وراح جاب لك حامله الطائرات ده يعني الليفل العالي، اعلى ليفل في الجيوش لما بتعمل عمليه دعم. عملوا حامله الطائرات جابوها على حدود غزه. فليه جابوها؟ واحد عشان ما فيش اي اطراف تانية تدخل في الموضوع. خلاص اسرائيل مع مين؟ مع الفلسطينيين، ونشوف مين اللي هيخلص على التاني. تمام. لكن لو كان التوقيت مثلا روسيا موجوده ومش مشغوله بحربها مع اوكرانيا، كان هيبقى فيه الفتوه الثاني اللي بقى في امريكا، كل ما يروح حته هو وراه، تمام. معاها كوريا ومعاها. لكن النهارده بالحركه دي زي ما بيقولوا اتلموا على الشعب الفلسطيني ومنعوا المعونات، وبقى يقول لك ده اعلان حرب، ولا خلاص من حق اسرائيل انها تدافع عن نفسها، وبشكل غاشم هترد اسرائيل على قطاع غزه. وانا متوقع خلال الايام اللي جايه دي متوقع ان يحصل اجتياح بري لقطاع غزه. للاسف يعني نتمنى الا يحدث ذلك، ونتمنى ان فعلا فيه يدخل حلول لوقف المذابح اللي هتحصل في غزه والاباده الجماعيه من خلال قطع الكهرباء والغذاء والطاقه وتفشي الامراض والاوبئه في قطاع غزه. انا يعني عايزين احنا كلنا نلتف حوالين رئيسنا وحوالين قيادتنا السياسيه في التوقيت بالذات ده اللي مصر بتمر بيه مرحله صعبه، ولا ننساق وراء. انا النهارده يا احمد انت بتقول ادعي لهم يا خير، والله النهارده انا في صلاه المغرب في الحرم النبوي الشريف انا صليت صلاه الغائب على شهداء غزه في الحرم النبوي الشريف. فربنا ينصرهم وربنا يعدي الازمه على خير. ويا جماعه نكون عندنا وعي، لان للاسف المرشحين في الوقت اللي احنا بنقول نقف ونقف جنب بلدنا لازم يكون عندنا من الوعي. نلاقي بعض الناس رايحين يعملوا مشاكل عند الشهر العقاري
وبيدعو الى التظاهر في التحرير والى مش عارف ايه وبلطجه وقله ادب، وان احنا يبقى الجيش منشغل. ما هو ده في جهات بتخطط لك، انزلوا زي محمد علي والتابعين لبعض الدول والقنوات زي مكملين، وزي القنوات اللي بره اللي بتهاجم مصر وبتهاجم الرئيس وبتهاجم الجيش. عايزين يحصل عمليه انفلات امني داخلي. فعلا احنا كلنا بنعاني وكلنا بنئن وكلنا يعني موضوع زياده الاسعار فعلا الموضوع كنا نتمنى ان الموضوع، لكن احنا ان شاء الله ازمه وتعدي. لكن القنوات دي بتعمل لك فتنه، لان الجيش بتاعك دلوقتي والشرطه المصريه نفس سيناريو احداث ثوره يناير، ان في خلل يحصل عندك داخلي فهتأمن داخليا، ولا يحصل اجتياح من الحدود ويدخل لك ناس ويدخل لك هنا ويدخل لك. ده السيناريو المخطط لمصر. مصر يا جماعه مخطط ان هي تتهدم، يعني ربنا يحفظ بلدنا. فانا دوري انا كبلوجر الشيخ الكيلاني بحاول اوعي على قد ما اقدر على مستوايا لاهلي وناسي وحبايبي. لما ده يشرح لده وده يشرح، محدش يقول ده انت بتطبل للرئيس ولا لا، انا بطبل لوطني، بطبل لبلدي. انا خايف على بلدي، انا خايف على وطني. انا شايف جبهه مفتوحه من جهه ليبيا، شايف جبهه مفتوحه من يم السودان، انا شايف جبهات مفتوحه. فهم عايزين يشوفوا الجيش هينشغل ويحصل ثوره داخليه مع الجماعه بتوع المرشحين الرئاسيين، ولا الجيش ينشغل بتامين الحدود من جهه سيناء وتامين اهلنا وحبايبنا واشقائنا واخواتنا من اتجاه غزه. النهارده حصل يعني ان هم ضربوا الحدود، المعبر من جهه فلسطين ضربوه 3 مرات بحيث ما يعديش مساعدات انسانيه، وفي نفس الوقت دعوات اهربوا لمصر، هتموتوا اهربوا لمصر. وفي قبل كده زي ما قلنا خطط وصفقه القرن اللي كانوا عاوزين يعملوها، وان مصر تكون هي الوطن البديل للشعب الفلسطيني وتموت القضيه الفلسطينيه. احنا مع اشقائنا عفوا يا جماعه، احنا مع اشقائنا الفلسطينيين واخواتنا في غزه قلبا وقالبا، بس مش هفتح لك حدودي عشان تيجي تعيش عندي. انت معزز مكرر في 3 مليون من اخواتك عايشين عندنا في بلدنا، وفي سوريين وفي سودانيين وفي غيره. لكن تهجير اهل غزه معناه انك مش هترجع ارضك تاني، مش هترجع وطنك تاني. خلاص قضيتك اتصفت، قضيتك انتهت للابد. وده اللي كانوا بيعملوا ترامب لما نقل السفاره الامريكيه في القدس. فاحنا يا جماعه احنا بنحاول ان احنا ممكن ندخل المرضى، ندخل الحالات الانسانيه والكلام ده، لكن الاشرف لهم والاحسن لهم ان هم يموتوا على ارضهم ويموتوا في وطنهم دفاعا عنها، والا تموت القضيه الفلسطينيه. المخطط كبير يا جماعه، وفي استدراج لمصر في التوقيت الحالي وانشغالها بعده مواضيع، وخاصه مع موضوع انشغال الدوله المصريه بالانتخابات، وفي بعض زي ما بيقولوا مرشحي الرئاسه المصريه اللي بيحاولوا يعملوا تهييج للناس، تهييج لبعض الناس بسبب ارتفاع الاسعار، وان هم ما بيحصلهمش توكيلات والكلام ده، وان يلا ونحصل تجمعات زي ما حصل في 2011. لكن نتمنى الشعب المصري يكون عنده وعي. ولذلك انا بربط الاحداث ما بين حمدين صباحي والناس اللي راحت قابلت حزب الله، لان اللي مخطط موضوع حماس ده انا وجهة نظر اللي هي ايران. فاكيد برضه ما في تخطيط ما بين القنوات دي، ما بين ايران وما بين ما يحصل في مصر داخليا. لو حصل عمليه
إثارة للناس مع موضوع إن إحنا أساسا كلنا زعلانين وكلنا متضايقين وكلنا طهقانين بخلال ارتفاع الأسعار. وتابعوا يا جماعة قنوات مكملين والقنوات في بيحاولوا يحرضوا الناس وبيحرضوا يحرضوا الشعب المصري قيادتنا وعشان موضوع الانتخابات والكلام ده يا جماعه. فانا بحاول ان انا اوعيكم، فاحنا بنحاول نوعي، احنا متعاطفين مع اخواتنا واشقائنا الفلسطينيين، وربنا ينصرهم ان شاء الله، وربنا يحفظهم وينصرهم. وانا بحاول ان انا بربط الموضوع، ما انا بربط الاحداث يا استاذ محمود ما بين الانتخابات وبين طوفان الاقصى، ما ده كلامي كله، انا بربط بين الانتخابات وبين طوفان الاقصى. واكيد الموضوع له مخطط، خاصة انشغال مصر بالانتخابات المصرية، ومن خلال محاولة تحريض بعض الناس في الانتخابات ضد الرئيس السيسي وضد الحكومة وضد الجيش، وما بين اللي بيحصل من خلال كان في اجتماعات بعض مرشحي الرئاسة مع أعضاء حزب الله في لبنان. وأنا بحاول إن أنا أربط الأحداث ببعضها وأوضح للناس إحنا لازم يكون عندنا وعي، ولازم يكون عندنا يعني زي ما بيقولوا دايما إن إحنا نقف جنب بلدنا ونفشل المخططات دي، وندعو لإخواتنا في غزة إن ربنا ينصرهم وربنا يحقن دمائهم وربنا يعدي الأزمة دي على خير. وإن شاء الله مصر لن تكون الوطن البديل لفلسطين على حساب أرض سيناء، ويتم تصفية القضية الفلسطينية نهائيا. أتمنى إن شاء الله إن الموضوع يكون واضح لكم، وأتمنى إن أنتوا تشيروا كلامي ده على صفحاتكم الشخصية بحيث يوصل صوتنا لأكبر عدد من الناس، وإن احنا نوضح الناس. وأنا سعيد بكل الناس اللي هي متابعاني في اللايف، الأستاذ أحمد ساري والأستاذ ناصر النجار والأستاذ هشام منصور والأستاذ محمود شكري والأخت سراء كيلاني والأخت أمل حياتي من لبنان والأستاذة سهير البسيوني. أهلا وسهلا بكم كل الناس اللي تابعتنا على اللايف. الموضوع كبير يا جماعة ومخطط من سنين، سواء ان هم يعملوا تصفية، وده كان طعم لقطاع غزة ان هو يختار توقيت انا شايفه غير مناسب لبدء العملية دي. انا وجهة نظر ان التوقيت غير مناسب لانشغال دولة مصر بالانتخابات، لان في جبهات مفتوحة. لكن هي الميزة اللي حصلت ان هي اعادت القضية الفلسطينية مرة تانية الى واجهة العالم. لكن للأسف أمريكا وبعض دول الاتحاد الأوروبي واقفين مع البلطجي إسرائيل أو الدولة البلطجية، ومع نتنياهو اللي بيحاول يعمل إبادة جماعية. تمام، بيحاول يعمل إبادة جماعية للشعب الغزاوي أو الشعب الفلسطيني. ربنا يحفظ بلدنا مصر ويعدي الأزمة دي على خير. وإحنا عندنا ثقة في قادتنا السياسية وجيش بلدنا وفي رئيسنا السيسي إن شاء الله إن الأزمة دي هتعدي على خير. وهم كلهم دلوقتي وكل قادة العالم بيتصلوا على مصر على أساس مصر اللي تتدخل وهي اللي تحاول إن مفتاح حماس وملف غزة في إيد المخابرات المصرية. وإن شاء الله الموضوع يعدي على خير، وإن شاء الله يكون أنا وضحت لكم الكلام بكامل. لو في حد عايز يشترك معايا أو يطلع في اللايف معايا ويقول لي رأيه يا ريت، أنا ما عنديش أي مشكلة. إحنا بنحاول إن إحنا نعمل عملية توعية للناس، لأن الموضوع مش سهل وفي تخطيط كبير جدا وإن شاء الله يا باشمهندس علاء إن فعلا مصر تعدي الأزمة على خير. الموضوع يا جماعة مش مقصود ب لا أهل غزة ولا مقصود، الموضوع مقصود به مصر، وإن هي كسر الجيش المصري، وإن هي تكون الوطن البديل للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني على حساب أرض. ولو حصل اجتياح، وأنا متوقع خلال الأيام اللي جاية دي
هيحصل اجتياح كبير جدا جدا لغزة، وهيكون في تدمير وعدوان ووحشية ومزارع لأهل غزة. وهنشوف الدعوات افتحوا الحدود، افتحوا المعابر لأهل غزة عشان يهربوا على مصر، لأن هي المنفذ الوحيد للشعب الغزاوي. وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بيقول لهم اهربوا على مصر بدل ما تموتوا، اهربوا على مصر بدل ما تموتوا. فده المخطط اللي هم عايزين ينفذوه، واللي هم فشلوا فيه قبل كده من سنين، سواء مع مبارك عن طريق الفلوس وإسقاط الديون، أو أيام ثورة يناير. ما ده اللي احنا بنقوله يا استاذ محمود، اللي بيحصل ده تصدير وطرح ازمه قضيه تنفيذ صفقه القرن في انتخابات الرئاسه المصريه. ما ده اللي انا بقول ان هو الضغط على مصر. ما هو فعلا دي حقيقه الضغط على مصر في التوقيت الحالي، واستغلال موضوع الوهن الاقتصادي اللي بيمر به الاقتصاد المصري مع موضوع الانتخابات المصريه وانشغالنا بالاحداث الداخليه. ربنا يعدي الموضوع على خير، وان شاء الله ربنا يحفظ بلدنا ويحفظ دماء شهداء الشعب الفلسطيني الشقيق واهلنا في غزه، وربنا يرحم الشهداء ويتقبل قتلاهم من الشهداء ان شاء الله، وربنا ينصرهم باذن الله على العدو الاسرائيلي. ودايما نشرح لاولادنا ان فلسطين عربيه، فلسطين عربيه، وربنا يوحد العرب ان شاء الله وينصر العرب ويقفوا جنب فلسطين ان شاء الله، وتعدي الازمه على خير. وكل سنه وانتم طيبين، واشوفكم على خير، والى اللقاء في حكايه جديده ولايف جديد من حكاوي الكلاب. في رعايه الله.